السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل القرنبيط الكريسبي المقرمش بديل الكنتاكي. هنعمله بطريقة مميزة جدا ومن غير بيض، هيطلع كريسبي كده ومقرمش ولونه تحفة. اللهم بارك. ولادك هيفتكروه يعني فراخ بروست كده من جماله. ما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس، مستوي من جوه وطري ومقرمش من بره في منتهى الجمال. نسمي بالرحمن بقى وندخل نشوف الجمال ده هنعمله ازاي. ويلا على طول. نجيب حلة كده فيها مية سخنة، يعني قربت على الغليان، ننزل فيها بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون علشان نتخلص من الغازات اللي موجودة في القرنبيط. هنبتدي نقطع القرنبيطة بتاعتنا. أول حاجة نشتريها بيضة كده وتكون مكبوسة مش مفرغة، نقطعها زهرات زي ما احنا شايفين، تبقى زهرات كبيرة. لو عايزة تقطعيها زهرات صغيرة بيكون أفضل. أنا بالنسبة لي الصغير أفضل لأنه بيكون مقرمش اكتر وطعمه في منتهى الجمال، والتتبيله بتدخل جواه كده وبيبقى طعمه في منتهى اللذاذه. هنبتدي نحضر التتبيله. عندي 3 أكواب من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقه صغيره كده من الكركم، وهنبتدي نضيف بقى باقي التوابل بتاعنا. هنضيف الاول 3 معالق كبار من النشا، وده بيدي قرمشه تحفه جدا وبيخلي الزيت بتاعنا نضيف لاخر نقطه. هننزل بباكت من البيكنج باودر، بيخلي القرنبيط بتاعي مقرمش وفي نفس الوقت القرمشه بتاعته طريق حنينه، يعني ما تكونش معضمه وناشفه تحت السنان. هننزل بملح وكمون وكزبره وفلفل وكمان توم بودره. التوم البودره ده طعمه بيخلي القرنبيط طعمه في منتهى الجمال، وبيغني قوي عن التوم الفريش اللي بتبقى فيه لذعه كده حاده. يعني انا مش بضيف توم فريش، بضيف توم باودر بيخلي الطعم في منتهى الجمال. هميكس بقى المكونات الجافة كده، الدقيق والنشا والبيكنج باودر والتوابل مع بعض، واخد كده حوالي كوب كده على جنب في بولة تانية، واسيب كوبين في نفس البولة. بعد كده هبتدي اجيب ميه واحل الخليط اللي على جنب ده، اللي هي حوالي الكوبايه من الدقيق. طبعا فيها التوابل بتاعتها، يعني مش هضيف توابل تاني. وانزل بالميه بالتدريج لحد ما اعمل عجينه سايله كده شبه عجينه الكريب بتبقى معايا، لا عجينه تقيله ولا خفيفه، يعني حاجه كده متوسطه، بحيث لما تنزلي فيها قطعه القرنبيط تبقى يعني تشيل وفي نفس الوقت ما تبقاش سايله قوي. دقت الخليط بتاعي عشان اتاكد من التوابل والملح وكده تمام. انا ما حطيتش بيض ولا حاجه، ونزلت بمعلقتين كبار من خضره المحشي اللي هي الكزبره والشبت، تدي تست حلو وريحه تحفه جدا للخليط بتاعي. بعد كده بقى بجيب القرنبيط اللي انا سلقته لمده 5 دقايق، ما يزيدش عن كده، يعني 3 أو 4 دقايق، وبالكتير قوي يبقى 5 دقايق علشان ما يتهريش معايا. سبته برد، نزلته في الخليط السائل، وبعد كده من الخليط السائل نفضته على الخليط الجاف زي ما احنا شايفين الدقيق، وبعد كده كام عدة لحد ما يتعفر معايا بالدقيق تماما. بخرجه بقى كده، اعمل دور كامل يعني زي ما احنا شايفين. بحط القرنبيط في الخليط السائل، وبعد كده بطلعه ينزل الباقي عليه، وانزل في الدقيق، اعد 10 عدات كده او 10 تسبيحات، وعلى طول اخده بقى على الطاسة بتاعتي. بس لازم اكون عملت يعني ملو الطاسة تقريبا علشان ما خدش وقت، والدور ينزل مع بعضه في طاسة القلية ويطلع مرة واحدة مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك. الطريقة دي بتخليكي تاكلي قرنبيط صحي جدا، وكمان مش شارب ولا نقطة زيت، وهنشوف مع بعض النتيجة بتاعته. اللهم بارك. الزيت بتاعي كان بيسخن وانا بحضر الدور زي ما احنا شايفين. اول ما سخن جدا بسيبه طبعا على نار عاليه، ما بهديش النار، ويتهدي النار على القرنبيط، لان لو هديتي هيطرى معاكي وهيبقى مش الطف حاجه. طول ما هو على نار عاليه بياخد لون ويبقى مقرمش كده وتحفه، وفي نفس الوقت بتقلبي، ما بتقلبيش اول مره غير لما ياخد لون من تحت، وبعد كده تبتدي تقلبي على طول. ما شاء الله اللهم بارك. عندك كده مصفى كبيره
او مقصوصه بتبتدي تخرجي عليها علشان يصفى الزيت منه ويطلع معاكي ناشف. هو ما بيبقاش شارب زيت، بس وانتي بتشيليه طبعا من الطاسه كده وارد ان يطلع معاه نقطتين زيت ولا حاجه. بصفيه كده وبخرجه على مصفى، علشان ما ينفعش نخرج اي حاجه مقليه على المناديل المطبخ لانها بتطريها. عملت الدور التاني على ما الدور الاولاني كان اتحمر، وطبعا وانا منتبهه وكل شويه ببص عليه. حضرته كده ونزلت بيه على الطاسه وما قلبتوش غير بعد ما اخد اللون من تحت، ابتديت اقلبه على الوش التاني. يفضل طبعا وانتي بتحمري الزيت يكون في حاجه عميقه، يعني لو الطاسه بتاعتك مش عميقه ممكن تستخدمي حله صغيره علشان القرنبيط يبقى مغمور كده بالزيت ويحمر ويبقى عامل بالظبط زي الفراخ البروست، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. عملت برضو الدور اللي بعده بالطريقة دي بمنتهى السرعة. كنت بحضره القطع الزهرات القرنبيط صغيرة كده وجميلة ومقرمشة وكريسبي وشكلها حلو ويفتح النفس، اللهم بارك. كان بيتخطف كده وانا بحمره علشان طعمه جميل، تتبيلته تحفة وكمان مقرمش قوي، وفي نفس الوقت ريحته كده كانت قلب الدنيا، اللهم بارك. ما شاء الله. عايزاكم بس كمان تلاحظوا معايا كده بعد ما اخرج الدور ده من الطاسة، شوفوا الجمال اللهم بارك، اللون تحفة. بصوا لي بقى على جمال الزيت، شوفوا لي معاه كده شفاف ورايق وكمان مش متعكر ولا في قطع من القرنبيط ولا اي حاجه سودة نازله كده من القرنبيط، لان انا سلقته سلقه بسيطه اللي هي من 3 ل 4 دقايق، مزودتش عن كده. فالقرنبيط سليم معايا وما اتهراش وفي نفس الوقت مستوي جدا، وهنشوف في النهايه قد ايه القرنبيط مستوي وكريسبي جدا. شوفوا الزيت نضيف ازاي، يعني بعد كده تقدري تستخدميه في تحمير بطاطس او قرنبيط مرة تانية او ممكن للسمك او اي حاجة. شوفوا لي الجمال بقى، اللهم بارك. بعد كده ما خلصت تحمير القرنبيط كله، شكله يفتح النفس ولونه خطير جدا، اللهم بارك، بدون ما استخدم فيه ولا حبة بيض واحدة. طالع معايا اللهم بارك كريسبي جدا، لونه تحفة، واللي هيشوفه هيفتكروا فراخ بروست كده من جماله. شوفوا لي من جوه طري جدا ومستوي وطعمه خطير، وكمان من بره كريسبي جدا ولونه يفتح النفس وريحته في منتهى اللذاذة. انا عايزاكم تجربوا بقى القرنبيط بالطريقة دي، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، ومع السلامة.